السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله نشارك معكم كيك يومي بالحامض اللي كيجي اكثر من رائع، اقتصادي بالمكونات المتوفرة في كل بيت، كيجي ناجح من اول تجربة. خليكم معنا المقادير وطريقة التحضير ونبداو على بركة الله. خديت واحد اناء او بول غندير فيه 3 ديال الحبات ديال البيض يكونوا متوسطين الحجم، يكونوا بحرارة الغرفة. الا كان عندكم البيض في الثلاجة فديروه في الماء دافي واحد 2 دقائق. عندنا كيس سكر فانيلا ورشه ديال الملح. غادي نزيد نضيف كاس الا ربع ديال السكر تين حبيبات، والسكر كيبقى على حسب الذوق. غناخد واحد الطراب كهرباء وغنطرب مزيان حتى كيذوب ليا يدوب لي الخليط ابيض. وممكن تستعملوا غير الطراب اليدوي اولا الخلاط الكهربائي. هنا من بعد غنزيدو واحد 2 ديال الفرماجات مثلث اللي كيعطيهم واحد المذاق زوين، ممكن تستغناو عليهم، يعني ماشي ضروري انا كنزيدهم كيعطيو مذاق زوين في الكيكه. من بعد غادي نطرب مزيان حتى كيذوب ليا داك الفرماج ما كيبقاش حبيبات. وغادي نزيد نضيف واحد كاس الى ربع ديال زيت الفائده، وكيشمى ديما قياس الكاس واحد كنعبر بالمقادير كامله، انا كنعبر بالكاس ديال العلبه. كنضيفو بالتدريج شويه بشويه حتى كنسالي الكاس، وكنبقى نخلط بهذه الطريقه. وهنا غادي ناخذ واحد كاس الى ربع ديال الحليب عادي، غنزيد عليه 3 معالق كبار ديال عصير الحامض. كنزيد عليه 3 معالق كبار ديال عصير الحامض وكنخلطيه بالمعلقه، كيولي لنا بحال شكل الرايب. كيديروا هكا باش كيجينا بحال الياغورت كما كتلاحظوا معايا، كيولي بحال الطريقه. وغادي نضيفو فوق الخليط بالتدريج شويه بشويه وانا كنخلط. هنا غادي نضيف واحد الكاس ديال الدقيق، غربلته وضفتو خلط مزيان مبقاوش حبيبات. غير ما عرفتش كنت كنصور كيسحب لي كنصور وما بركش على الفيديو كنظن. المهم كتضيفوا كاس واحد وكتغربلوه وكتخلطوه مزيان. هنا غادي نزيد نصف كاس ديال السميد الناعم يعني فينو الدقيق الاصفر وكنغربلو بهذه الطريقه. هاد نصف كاس ديال الفينو اللي ضفنا كيعطي واحد القوام لي زوين، كنحاول نبدلو شويه. غادي نكمل التخليط مزيان بهذه الطريقه. ودابا غادي نزيد واحد نصف كاس ديال الدقيق بالتدريج شويه بشويه. والدقيق يبقى على حسب الخليط، كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش. هنا غادي 2 اكياس خميره الحلويات من فئه 7 غرام. وغادي نزيد معاه واحد المعلقه صغيره ديال القشور الحامض، كنزيدو حتى لاخر لحظه باش كيعطي من داك المذاق ديال الذوق الحامض. الا ضفتوه في الاول المذاق ديالو كيمشي ما كيبقاش، هادشي علاش كنضيفوه حتى للاخر. وغنستمر في الخلط مزيان بهذه الطريقه حتى ميبقاوش حبيبات ديال الدقيق. هنا كيبان لكم واحد الحبيبات الصغار، هذوك ماشي ديال الدقيق ديال الفرماج، يعني واخا يبقاو حبيبات الفرماج بحال هكا كيعطيو مذاق زوين. وهذا هو القوام ديالها. كيفاش كتعرفوا الدقيق كافي؟ يعني كتكتبوا رقم 8. الا سالا الخط حتى الرقم 8 راه صافي درتو الدقيق الكافي. خديت هنا واحد المول دهنته بالزبده، انا استعملت هذا المول العادي دهنته بالزبده مزيان. غادي ناخذ هنا واحد شويه ديال الفينو اللي درت في الكيكه وغنخلط مع قشور الحامض، وهو اللي غادي نرفعو الدقيق كيعطي واحد المذاق اللي زوين. غنخلطو واحد شويه بحال هكا ونديرو في بلاصه الدقيق، نلبسو به القالب. ومن بعد انا غادي نخوي الخليط ديال الكيكه في القالب، نحاولوا نعلي دينا الفوق شويه باش يدخل فيها الهواء. وفي هذا ان راني شاعله الفران كيسخن، خصو يكون سخون مزيان باش ندخلوا ليه الكيكه طيب على 180 درجه. عافيه تكون متوسطه حتى تحمرت من الجناب، عاد هبطات تحمر الوجه ديالها.
هنا زدت هذيك القشور الحامض اللي كانوا بقاو ليا، زدتهم من الفوق بهذه الطريقه، غادي يعطيو مذاق رائع. وهنا من بعد ما طابت كيف ما كتلاحظوا معايا كتجي خفيفه بزاف. غادي نزينها بتزيين اللي بسيط، غادي ندهنها بشويه ديال المربى وندير عليها كاكاو بون كاسي. والتزيين كيبقى اختياري، ولكن المربى او الكاكاو مهرمش اولا الكوك كيتشوتو مع المذاق الحامض. وهنا غندير عليها الكاكاو عندي بونكاسي اللي محمر من قبل، ممكن تستعملوا غير الكوك كيف ما قلت لكم. الكاكاو والمربى اولا الكوك كيتواتوا مع المذاق الحامض. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. غادي نقطعها معكم باش تشوفوا كيفاش كتجي. هنا باقا سخونه. كتجي هشيشه بزاف ومذاق خطير. المذاق الحامض كتجي رائعه. الا بغيتو كتجيكم عاليه اكثر من هكا فديروا بول يكون صغر من هكا. كيف ما كتلاحظوا معايا خفيفه بزاف ورطبه. اكيد الا جربتوها غتنجح معكم من اول تجربه. وما تنساوش تدعموني باللايكات والتعليقات ديالكم. وشكرا على المتابعه، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.